تعالى اقول لك طريقه تخزين اللحوم ديت وهتوفر عليكي كتير. مكان كمان في الفريزر، وتوفر عليكي مجهود جدا، وتوفر عليكي لو انتي عامله اكل وفرد مش عايز ياكل منه، هتطلعي كيس واحد من اي نوع انت هتجيبيه وتعمله له. انا هنا جايبه كبده وسجق وكفته سيخ وحواوشي. هبدا بالكبده. لكل فرد عملت 3 قطع زي ما انت شايفاني كده. جبت اكياس التلاجة، هنزل القطعتين كده هو هفردهم في البداية، واروح جايبة القطعة التالتة من فوقيهم مش عليهم، زي ما انت هتشوفيني كده بعمل. وتروحي تطبقي الكيس، هتبقى سالكة وسهلة عليكي وانت بتنزليها من الكيس. لكن لو هم فوق بعضيهم، هم بيبقوا لازقين من ما بتتجمد في التلاجة بيبقوا لازقين، بتطلعي الحاجة لازقة. فلا، انت بتطلعي الحاجة كده سهلة بالطريقة ديت. طبعا انت بتبرشني كل الكمية دي كلها، او بتكيسي الكمية دي كلها. الكمية اللي انت جايباها البرشانة ديت اللغة عندنا في الشغل بتاعنا الشيفات. ادي هكيس